ولونها كمان اخضر وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى الجزر ده يا بنات انا قطعت كميه، والكميه التانية دي اللي انا قشرتها هحط عليها ميه وهركنها دلوقتي. وفي طبعا جزر كمان لسه ما قشرتهوش، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هبدا بقى في حله على النار، حطيت فيها ميه بتغلي، نزلت بمعلقه كبيره من الملح ومعلقه من السكر، ونزلت بالجزر والبزله بتاعتي. وعلى ما تاخد بقى غلوتين هبدأ ان انا احضر المية اللي هدي فيها صدمة. هجيب مية متلجة هحط فيها مكعبات من التلج، وبعد ما تاخد كده حوالي 3 دقايق بالظبط، ما تسيبهاش كتير على النار، هتلاقيها لونها خضر كده وبقت قمر بالشكل ده. هنبدأ نشيلها على طول من المية السخنة، نحطها في المية المتلجة، بديها صدمة. الصدمة اللي هي في المية المتلجة دي بتعمل فيها ايه؟ بتحافظ على لونها يبقى اخضر اكتر واكتر، بتديها خضار اكتر واكتر، وبتنيها لونها مخضر معاكي ولونها اخضر طول السنة. وكمان بتوقفي عملية التسخين بتاعة البزلة علشان ما تستويش معاكي اكتر.